فإذا يقول لك هذا نصيبك من الآخرة، نظم لك نصيبك من الدنيا. هذا في شأنك الخاص. في شأنك العام من ينظم لك؟ هو رجل الآخرة ينظم لك دنياك، وجماعة الآخرة تنظم لك دنياك. إخواننا في الآخرة أحب إلينا من إخواننا في الدنيا، لأن هؤلاء يذكروننا الآخرة والآخرين يذكروننا. أما الصحبة وحدات الصغير على سبيل الأمة فعلا قلت كيف تقولوا هما ثلاثة لا بد منها للتغيير على مستوى تغيير الأمة، ماشي تغيير. أما تغيير الفردي خصك صحبة وجماعة، لا بد صحبة عارف بالله يعلمك كيفاش تذكر الله وكيفاش تخلص لوجه الله، وجماعة كتعاونك على البر والتقوى. تعاونوا وجبت محبتي ويتبع غير سبيل المؤمنين. ودائما العبادة مربوطة بأنا اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد ماشي إياك أعبد. إياك والعصر إن الإنسان يفوز إلى الذين ماشي الذي آمنوا، إلى الذين آمنوا، وهي الحق في اللغة العربية. والعصر إن الإنسان يفوز إلا الذي آمن وعمل صالحا ووصى بالحق لا إلا الذين آمنوا ويتبع غير سبيل. فإذا العبادة من أراد الجماعة من أراد وحد الجنة فإذا الجماعة. المهم ضعف المسير طويل لآخر. هيا في رمضان علاش دابا كنصوموا كنقوموا جوج مرات كنقوم وكنصوموا 30 يوم، ويجي خرج رمضان نطلب من الناس يصوموا نهار واحد. شكرا بزاف. إلا قلت له يقوم غير ما ضربك شيء على بأس. تقوم جوج في رمضان و20 ركعة وفي الباب والليل والصباح وقبل الفجر. أحمق هذا أحمق ولا بهذا جينا نركبوا الهبالة هذه أحمق هذا. وهو دابا الآن تيقوم جوج مرات وكيكون حريص على المسجد ومن العوام وتيقوم وتيصوم 30 يوم وتيقول لك وكلوا لنا راسو الله يهديهم وكلوا لنا رجلو ومصابوك كان يزيد نهار الجمعة وتيصوم علاش؟ العمل الجماعي المنظم عاوننا شجعنا. إلا ما خرج رمضان كتبقى بوحدك كتاب. الصلاة إذا كنت كتصلي علاش 27 درجة ديال الصلاة في المسجد إذا الوقت إذا راه حتى إلى زرب الإمام مني وإلا أخطأ سبحان الله ما تفوتش 100 واحد تما. وكذلك وشوف والصلاة تكون في وقتها وخصك تحية المسجد كذا وخصك كذا. إلا صليتيها بوحدك 3 الأول ووحدة بعد فيهم على الأقل تزرب فيها وما تعرفوش 17 ركعة ولا 2 ركعات تسهو فيها وتزرب فيها وتأخر عن وقتها. لا بد شي وحدة منها. ولهذا مفهوم. فإذا كيف أما تغيير ما بالأمة يقولوا 3: قيادة ربانية ومنهاج نبوي وطريقة مجاهدة. لينين والشيوعية والموت، هتلر والنازية والموت، غاندي والهندوسية والموت، حسن البنا والإخوان المسلمين والموت، خوميني والشيعة والموت. 3: سيدنا النبي والصحابة والموت والمنهاج النبوي والموت. قيادة ربانية. هؤلاء لم يكتب لهم الانتشار أو الاستمرار لأن مكان الله دائما متصل، ولكن نحن كتب لنا الاستمرار والانتشار والانتصار. انتصرت الشيوعية وانتشرت ولكنها لم تستمر انقطعت. استمرت الشيعة وانتصرت لكنها لم تنتشر لأن ماشي السنة. فكيفاش الانتصار والانتشار والاستمرار؟ قيادة ربانية ومنهاج نبوي وطليعة مجاهدة. الصحابة كانوا طليعة جيل التلقي للتنفيذ، جيل القرآني الفريد كما. فإذا هذه 3 إلا بغينا هكا وإلا ما كاينش قيادة ربانية، ما كاينش منهاج نبوي، ما كاينش طليعة مجاهدة. يوسير الضيم والسلطان شاد الواد انت كريم والقنت حوش شوية عليا كنجيبوا هذه الأمثلة باش نعرفوا. وجبت محبتي والنوافل، وجبت محبتي والنوافل. ولكن يا أخي علاش ما نجمعوش بيناتهم؟ وجبت محبتي والنوافل. المشي على قدم واحدة فيصبر. يقولوا السير على قدمين والسير على قدم واحدة مظنة السقوط في كل لحظة ولو كان المشي جريا. والسير على قدمين مطيل الوصول ولو كان السير ما طيل الوصول ولو كان السير وحيدا. توصل بالمهل على رجلي جوج سويا. أما اللي ماشي على رجل وحدة يعيا أو يطيح. فإذا نمشيو وجبت محبتي. نبحثوا على أن نتحابوا معه في الله. كيفاش غتحبوا في الله
إلا ما كانش ولي الله ما تحبوش فيه. إن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن وما يؤمن أكثرهم إلا بالله المشركون. العدس كاين طيار خارجي فرطوطو خارج من العدس باين، وكاين اللي حتى كطبخو عاد كيخرج فرطوطو، عاد كيخرجوا الطيار اللي لكم في طيران كيخرجوا. وشوفوا فين هذاك العدس اللي نقي؟ ايوا سول عليه سيدي ربي. نقي ما فيه، واخا تعيط طبخو يبان شغله. كل ما طبختيه كيفتى وما كاينش السوسه ما كاينش. ايوا هذا هو سيدي ربي اللي عارف. اذا اردت ان تصحب احدا في الله فنقم عند نوم العيون وقدم بين يدي صلاتك وضوءك وبين دعائك صلاتك، ثم قل عند من اصحابك من الدليل من المخبر عنك من الصاحب من النائم. هو كريم لا شك يلهم قلبا يفضي الى سير، فاذا توجهت تحت الاتجاهات عندك فدونك تبصر. هذا هو. ثم النوافل، خصنا النوافل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو كيقول افلا اكون عبدا شكورا وتصور منه قدماه. فاذا النوافل مع المحبوب. الا بغينا نمشيو متوازنين ونبغيونا على الاستقامه، ماشي نميلوا الى غير المحبه. ايوا محبوب مخطبين محبه الغلا، لا نحبو. هو قل كنتم تحبون الله فاتبعوني واتبعوني. هي النوافل، هي السنن، هي السند، هي شنو هي الطريق الاصح؟ وهي العدل والاحسان. سحورية هذه الطريق الاحسن هي العدل والاحسان اللي امر بها الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل والاستقامة. السكون هو القوت، هكذا في اللغة. السكون هو القوت. علاش؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف. علاش ما كاينش الأمن؟ لأنه كاين الجوع. مصاحبين. لما كيكون الجوع ما كيكونش الأمن. إلا حصل إلا شبعتيه كينعس كتهنى نتايا، وإلا بقى الجوع يبغي ياكلك. إلا ما شبع ما ياكل سياكل كياكلك. فإذا هذا هو. إذا أمنه أشبع جوعته، فإن بقي جائعا. نريد إسلاما لا ينسينا خبزنا وخبزا لا ينسينا إسلامنا. وعلى كل حال الطريقة الأصح هي العدل. خصنا عدل تحقيق في الأرض، خصنا العدل وخصنا إحسان، ماشي غير إيمان ولا إسلام. لأن شكون اللي غادي يغير؟ تغير المنكر وفكر المنكر وما يزال. خص المحسنين هما اللي يغيروا. كيقول لك سيدي أنا غادي نقي وهو كيرد الصدم، هو رجلو فيها الغيس هو غادي ينقي سينقي. فإذا إلا بغيتي تدل على الله خصك تكون من المحسنين. خصك من المحسنين كأنك عندك يقين في الله. قال الذين يظنونهم ملاقي الله. خصك يكون عندك يقين في الله. إلا ما عندكش يقين في الله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. استخف قوم فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. إذا استخف. فإذا خص يكون اليقين وخص يكون العدل، الإحسان والعدل. في غياب الإحسان والعدل ما كاينش. فإذا كيف نجمع بين العدل وبين الإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال الذي أجمع آيات في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تتقون. فاش كتقال هذه في الجمعة وكتجمع؟ سبحان الله. قال ابن عباس هذه أجمع آية في القرآن، العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ماشي جماعة العدل والإحسان. الله يأمر بالعدل والإحسان ماشي جماعة الإحسان. وعلاش لا؟